حبايب قلبي الغاليين، جايه لكم النهارده بقصه جامده جدا بقلم الكاتبتين المبدعتين أنوش أحمد وآيال موافي. بتمنى من كل قلبي إنها تعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تشتركوا في قنواتي حكايات مع حسناء، وأفلام حسناء للقصص الكاملة، وروايات حسناء، وكمان قصة مع فنجان قهوة، وحكايتنا بالصعيدي، وكوكتيل حكايات. كل دول عليهم قصص أجمد من بعض وهيعجبكم جدا. يلا بينا نشوف قصتنا هتحكي لنا إيه. كانت ملك مشغلة التلفزيون وبتتفرج على اللقاء الصحفي للاعب مشهور، اللاعب المشهور مسلم نصار. ملك قالت بهيام: يخرب بيت الحلاوة والطعامة واللذاذة، يخرب بيت كده. امتى بقى نتجمع في بيت واحد وابقى على اسمك يا قمر يا طعم انت؟ جت مريم من وراها وقالت: انتي بتكلمي نفسك يا بنت العبيطة؟ بقى سايبة شغل البيت وبتكلمي نفسك؟ شغل بيت ايه يا ماما دلوقتي وهبل ايه؟ انا بكرة هكون مرات اللاعب المشهور مسلم نصار. مسلم نصار؟ مرات مسلم نصار مرة واحدة؟ وايه كمان يا قلب امك اشجيني. مش عارفة ليه يا ماما حاسة بنبرة السخرية كده في كلامك. هو انتي مش مصدقة اني هكون مراته فعلا ولا ايه؟ لا يا قلب امك مصدقاكي يا اختي. هو انا اقدر مصدقكيش برضو يا بنت الهبلة؟ بقولك ايه يا بنت انتي، على ما تفوقي من احلامك دي تكوني روقتي الشقة كلها ها، وطبختي الاكل عشان انا النهاردة مش هكون موجودة، هروح عند خالتك، فاهمة ولا لا؟ مشيت مريم وهي بتقول: عايزة تتجوز واحد ولا يعرفها ولا يعرف إنها عايشة معانا على الكوكب أساسا، وفوق كل ده مشهور، وحتى لو عرف إنها عايشة هيبص عليها على خيبة إيه؟ بلا حسرة. خرجت مريم من البيت وملك قالت بغيظ: لو ما كسرتيش مقاديفي ما تبقيش أمي. بس كله يهون لأجل الجميل برضو. بدأت ملك تنظف الشقة، وأول لما الساعة قربت على 4 دخلت أوضتها، لبست أشيك طقم عندها. جايالك يا مسلم يا حبيبي، جايالك يا حبيب قلبي من جوه. نزلت ملك من البيت وراحت على مكان المباراة. كانت ملك واقفة وبتشجعه، بس لفت انتباهها كلام بنتين مع بعض. منى كانت بتقول: يخرب بيت حلاوته، ده مش بس لاعب محترف، لا ده كمان أمور. تفتكري يا بنت يا سلمى ممكن يبصلي في يوم من الأيام؟ سلمى قالت بضحك: يبصلك ايه يا منى يا حبيبتي؟ ها فوقي، اللي زي دول يا ماما نكرش عليهم من بعيد لبعيد، لأن مستحيل يبص لواحدة زينا. دي تلاقي الموزز حواليه في كل مكان، بقى هيسيب كل البنات دول ويبص لنا احنا يا مضروبة؟ هو فيها ايه يعني؟ هو احنا وحشين ولا وحشين؟ ما بقاش منا ان ما وقعته في حبي وخليته يتحايل عليا كمان عشان يتجوزني. بصت لها سلمى بسخرية، بس اتخضوا الاتنين لما لقوا واحدة من وراهم بتقول بصوت عالي: يتجوزك ايه خطفت الرجالة انت؟ ده جوزي، وانا اللي يحط عينه على جوزي اطلعها من مكانها. هجمت ملك عليها، والبنت فضلت تصرخ وتحاول تبعد عنها. وهو هيبصلك انت يا مقشفة يا معفنة؟ طب والله ما هسيبك. منى كانت بتصرخ: ابعدي عني يا بنت انت، حد يبعدها عني. حاولت سلمى انها تبعدها عن صاحبتها بس معرفتش. جه الامن وفض ما بينهم وقلب عصبية: ايه المهزلة اللي انتوا عاملينها دي؟ اطلعوا بره حالا بدل ما نطردكم احنا. ملك قالت له: لا هنطلع بره ايه؟ دي لسه المباراة ما خلصتش. محمد بعصبية قال: وهو انتوا احترمتوا المكان اللي انتوا فيه عشان اسيبكم قاعدين؟ بره يلا بدل ما نرميكم احنا بره بنفسنا. بصت ملك عليه بغيظ وخرجت بره، وهي بتبص على منى بقرف. قعدت ملك على الرصيف وقالت بضيق: بسبب البت المقشفة دي معرفتش اكمل المباراة، منك لله يا مقشفة يا معفنة. فضلت قاعدة في مكانها لحد ما حست بالزهق. ملك قالت: وبعدين يا بنتي يا ملك، هو انت هتفضلي دايما بص عليه كده من بعيد لبعيد؟ ده كده الواد عمره ما هياخد باله منك، انا لازم اشوفه من قرب واخليه ياخد باله مني. بصت ملك في الساعة ولقيت ان المباراة خلصت بقالها ربع ساعة. انا لازم اتسحب جوه من غير ما حد ياخد باله واشوفه عن قرب. ما هو انا مش هفضل طول عمري اشوفه من بعيد كده، لا لازم نقرب المسافات، امال هيحبني ازاي يعني؟ دخلت ملك النادي ولقت الامن واقفين قدام الغرف بتاعة اللاعبين. اعمل ايه دلوقتي؟ ادخل ازاي من غير ما البغال دول ياخدوا بالهم مني؟ فضلت ملك تفكر لحد ما جت في بالها فكرة. ابتسمت بخبث وبدأت تنفذ الفكرة دي. بعد شوية كانت ملك واقفة بتتفرج على البنتين اللي كانوا بيتخانقوا بعد ما ادت لهم فلوس واتفقت معاهم علشان يعملوا كده.
اتلموا الأمن عليهم بسرعة وحاولوا يفصلوا ما بينهم، وهي انتهزت الفرصة ودخلت أوضة مسلم بسرعة. كان مسلم قاعد وفاتح الفيسبوك وبيرد على التهاني بتاعة الناس ليه بسبب إنه كسب المباراة كالعادة. ملك قالت: أنا لو كان حد قال لي إنك قمر قوي كده من قريب كان زماني دخلت هنا من زمان. بصلها مسلم وقال بصدمة: نعم، انت مين ودخلتي هنا ازاي؟ قربت ملك منه وهي بتقول: أنا أبقى ملك من أوفى المشجعين ليك، تقدر تقولي يا لوكا. لوكا؟ انت بتعملي ايه هنا يا بنت؟ انت دخلتي هنا ازاي اصلا؟ مش مهم دخلت ازاي، المهم اني دخلت وخلاص. هو والله لو انت فين هجيلك برضو يا قمر يا طعم انت. ابتسم مسلم على كلامها. شكلك مصيبة وهتوديني في داهية. اخرجي بره قبل ما حد يشوفك وتجيبيلي مصيبة، انا مش ناقص. أنا مش هخرج بره غير لما تديني ميعاد نتقابل فيه، نتقابل في أي مكان ونقعد مع بعض شوية. انت عبيطة يا بنت انت، صح؟ اخرجي بره، الميعاد قال. يلا يا صغننة اخرجي بره قبل ما ناديلك الأمن. قلتلي. أنا ما كنتش عايزة استخدم الطريقة دي معاك، بس انت تستاهل بقى. شوف بقى يا قمر، انت لو ما اديتنيش ميعاد في أي مكان نتقابل فيه أنا هصرخ والم عليك الناس وأقول إنك كنت بتحاول تستفرد بيا. والله. نعم، انت عايزة تلبسيني مصيبة يا بنت انت؟ اخرجي بره الله يخرب بيتك، انت طلعتلي من انهي داهية؟ ها يا قشطة، هتديني الميعاد والمكان والله صوت والم عليك أمة لا إله إلا الله. ميعاد ايه يا بنت انت؟ اخرجي بره بقولك يا جلبت المصايب. انا مش عارف انت ازاي دخلتي من غير ما الحيطان البشرية اللي بره دول ياخدوا بالهم. بقى كده لو انت مفكر علشان بحبك مش هنفذ تهديدي يعني تبقى غلطان. استعد بقى لفضيحة اللاعب المشهور مسلم نصار. ان ما خليت اخبارك تبقى مالية الجرايد كلها ما بقاش انا ملك. ملك بدأت تصرخ: الحقوني، عاوز يستفرد بيا، تعالوا شوفوا اللاعب ما كملتش كلامها لانه حط ايده على بقها بسرعة. اسكت الله يخرب بيتك، هتفضحيني على حاجة انا ما عملتهاش. بعدت ملك ايديها عنه. هتعمل لي اللي انا عاوزاه ولا اكمل في اللي انا بعمله؟ انا دايما بسمع عن الولاد اللي بتبتز البنات، اول مرة اسمع عن بنات هي اللي تبتز الولاد. ضحكت ملك وهو تاه في ضحكتها، بس فاق لنفسه بسرعة وبعد عنها وجاب ورقة وقلم وكتب لها تفاصيل المقابلة. اطلعي بره يلا قبل حد ما يشوفك هنا وتبقى مصيبة. بس كده؟ من عينيا يا قمر انت. خرجت بره وهو ضرب كف على كف من جنانها. رجعت ملك البيت بس صرخت بوجع أول لما مامتها جابتها من شعرها. ايه يا ماما، في ايه؟ انت جايباني من شعري كده ليه؟ البيت ونضفته، السلم ومسحته، الاكل وطبخته. ممكن اعرف بقى انت متعصبه ليه يا ست الكل؟ وكمان بتسالي يا فضيحه يا جلبت المصايب. بقى بتمسكي لي في واحد وامة لا اله الا الله بتتفرج عليكي، وكمان ما سمعتيش الكلام ورحتي تتفرجي على اللي اسمه مسلم نصار ده برضو. ايه ده، انت عرفتي كل الحاجات دي منين يا ماما؟ عرفتي منين ان انا رحت المباراه؟ وعرفتي منين ان انا اتخانقت مع واحده؟ دي أمة لا إله إلا الله عرفت. انت ظهرتي في الكاميرا يا اختي وجابوكي وانت بتتخانقي وبتجيبي البت من شعرها. انا نفسي افهم بس انت هتعقلي امتى؟ انا خلاص جبت اخري منك. انت بتقولي الكلام ده من ورا قلبك يا ست الكل، صح؟ امتى يجي اليوم اللي تتجوزي فيه واخلص منك؟ ده انت لازقه. ادعي انت بس يا ماما ان مسلم القمر ده يحبني ويتجوزني، وهتلاقيني ماشيه من هنا من بكره، هو بس يجي. يا دي ام زفت مسلم نصار ده، واليوم اللي بقى فيه لاعب. انا نفسي اعرف هو عامل لك ايه عشان مخك يبقى متعلق بيه كده. انا نفسي افهم هو فيه ايه زياده عن العرسان اللي كانت بتجيلك. انتي بتقارني مسلم نصار بحماسه النتن وصاصه ابن الرقاصه يا ماما؟ وبعدين تقوليش يعني كان جاي لي حد عدل وانا اللي اتبطرت وقلت لا؟ عوض عليا عوض الصابرين يا رب. غوري يا بت، غوري اللي هتشليني. مشيت ملك من قدامها وهي بتقول: طب انا عملت لها ايه دلوقتي عشان تبقى متعصبه كده؟ امهات اخر زمن. بعد مرور يومين كانت ملك قاعده في الكافيه وماسكه نعناع وبتقطف فيه. هيجي مش هيجي، هيجي ومش هيجي. بعد مرور يومين كانت ملك قاعده في الكافيه وماسكه نعناع وبتقطف فيه. هيجي مش هيجي، هيجي ومش هيجي. يا ترى يا ولا يا مسلم انت هتيجي ولا هتخلي قفايا يا قمر عيش ومش هتيجي؟ اتكلم واحد من وراها. انت بتعملي ايه يا مجنونه؟ انت بتكلمي نفسك. لفت ملك ليه ولقيته واقف وراها بس لابس كاب وكمامه علشان محدش يتعرف عليه.
ايه ده، انت جيت فعلا؟ انت جيت يا مسلم يا نص. ما كملتش كلامها لانه حط ايده على بقها بسرعة. يعني انا اتنيل البس كاب وكمامة عشان محدش يعرفني وانتي بكل سهولة عايزة تفضحيني كده؟ طب وده ينفع يعني يا مجنونة انتي؟ لا بصراحة كده ما ينفعش، بس عديها، ما انا مجنونة بقى زي ما انت قلت. انت طلعتي لي منين يا مصيبة انتي؟ اكيد حد بيحبك دعا عليك الدعوة الحلوة دي فطلعت لك، شفت سهلة ازاي؟ قعد مسلم قدامها وهو بيقول: دعوة حلوة قلتيلي. ويا ترى الدعوة الحلوة دي كانت عبارة عن ايه؟ انا هقول لك يا سيدي، الدعوة دي كانت عبارة عن ان حد قالك: روح يا شيخ، الهي ربنا يرزقك ببنت الحلال الهبلة اللي تحبك وتحبها وتعيشوا مع بعض في سعادة. خلي بالك، الدعوة مستجابة من ناحيتي لان انا بحبك. لسه فاضل انت بقى تتشطر وتحبني انت كمان ونتجوز ونعيش بقى في تبات ونبات ونعيش نهاية الروايات. ولا انت مش بتحب الروايات ولا ايه نظامك؟ انا نفسي اعرف مين اللي دعالي الدعوة دي عشان اروح اكلبش في رقبته. الكلام ده من ورا قلبك انا عارفة. ابتسم مسلم وتاه في ضحكتها للمرة التانية. تعرفي ان انتي ضحكتك حلوة قوي، يخرب بيت طعامتك يا شيخة. ان شاء الله يخليك يا رب. ايه ده انت طلعت بتتكسفي وكده. يعني انتي بتعكسي فيا من صباحية ربنا ولما عكستك اتكسفتي؟ ما نحن نختلف عن الآخرون برضو. أنا مش أي حد ولا إيه؟ فعلا انتي مش أي حد. أنا مش مصدقة نفسي يا مسلم، أنت قدامي دلوقتي. أنا مش مصدقة أصلا إن أنت جيت، كنت مفكرة إنك هتديني الصابونة ومش هتيجي. ضحك مسلم على كلامها. على أساس يعني إن أنا أقدر مجيش؟ أنا لو عملت كده انتي هتلاقي طريقة تدخلي لي الأوضة تاني وتعملي لي فضيحة، مش كده؟ أنت لسه فاكر؟ ما يبقاش قلبك اسود بقى. المهم، هتعزمنا على ايه؟ انا احب جدا اني اشرب كباب وكفتة. وانا كمان اضم رأيي لرأيك، يلا بينا نشرب كباب وكفتة. ايوه كده، خد ودي بشكل ودي. مش عارفة ليه حاسة ان انت هتتجنن بسببي. حاسة مش متأكدة. انا اتجننت خلاص يا ماما. ضحكوا الاتنين وطلبوا الاكل وبدأوا ياكلوا. مسلم قال: انا لو المدرب بتاعي عرف ان انا باكل في الوقت ده اكلة دسمة زي دي هيخلص عليا. أكلة دسمة؟ بقى بذمتك بتسمي الكباب والكفتة ده أكلة دسمة؟ أمال فتة اللحمة والمحاشي تبقى إيه؟ وبعدين سيبك من المدرب بتاعك الأهطل ده، هو في أحسن من الأكل برضو؟ والله شكل كده نهايتي هتبقى على إيدك، ربنا يستر. بعد شوية الاتنين كانوا خلصوا أكل، قرروا يتمشوا على الكورنيش شوية. تعرفي يا ملك، بالرغم إنك غريبة شوية ومجنونة شويتين إلا إني حاسس بالراحة وأنا معاكي. أنا بقالي فترة مش بعمل حاجة غير إني أتدرب وآكل أكل صحي وأنام كويس وأروح ألعب المباراة. مش بعمل حاجة جديدة في حياتي لدرجة إني زهقت. أي حد بيدخل لمجال الشغل يا مسلم ساعات بينسى نفسه بسبب المسؤولية اللي بتبقى عليه، بس الغلط بيبقى مننا احنا اللي بننسى نفسنا زيادة عن اللزوم. احنا لازم كل فترة ندلع نفسنا ونريح نفسنا شوية. نفسنا دي ليها حق علينا، ولا انت ايه رأيك؟ عندك حق طبعا، بس تصدقي يا ملك أنا لحد دلوقتي معرفش أي تفاصيل عنك غير اسمك. انتي عندك كام سنة وبتدرسي ولا بتشتغلي؟ أنا عندي 20 سنة وبدرس مش بشتغل، وحتى لو يعني خلصت دراسة مش هشتغل برضو. أنا واحدة بتفضل تكون عاطلة عن العمل بإذن الله. الشغل قال. يعني عمالة تديني نصايح واعمل ايه وما اعملش ايه، وفي الآخر مش عاوزة تشتغلي أصلا. هي يا ابني ما أنا قلتلك احنا نختلف عن الآخرون، ركز بقى. ضحك مسلم وفضلوا ماشيين جنب بعض يتكلموا ويهزروا لحد ما كل واحد راح على بيته. بعد مرور يومين صحي مسلم وجهز نفسه وخرج، لكن اتصدم أول ما شاف ملك واقفة وحط ايديها في جيبها بكل غرور. يخرب بيتك، انت عرفتي عنوان البيت ازاي؟ انت بتراقبيني يا بنت صح؟ والله انا بقيت اتوقع منك كل حاجة، مجنونة وتعمليها عادي جدا. لا يا حب، عيب عليك، انت تعرف عني كده برضو. انا قلتلك نحن نختلف عن الآخرون، وانا مش اي حد برضو، خلي بالك. مسلم بصلها بشك. انتي تخاف منك يا بت، ترى انتي مش سهلة خالص. ملك ببراءة مصطنعة: ده انا طيبة، قلبي بس هو اللي مشندل حالي. والله انت بس اللي ظالم. مسلم بصدمة قال: انتي هتقوليلي؟ ما هو واضح انك طيبة وقلبك هو اللي مشندل حالك. المهم برضو معرفتش ايه سبب الزيارة الكريمة دي.
ملك بغيظ قالت له: بقى بذمة أهلك في واحد جنتل يسأل البنوتة زي القمر زي كده السؤال ده؟ عيب والله. مسلم بضحك قال لها: هو الصراحة انت زي القمر، فدي حقيقة يعني، بس بالنسبة للسؤال في كتير جدا يعني، مش لازم اعرف انت جيتي ليه. بقول لك ايه، مش وقت لوكلوك كتير، تعالى نتمشى شوية أنا زهقانة. ومن غير إرادة منه لقى نفسه ماشي معاها. مش مهم هيروحوا على فين، المهم إن معاها. معقول بدأ يحبها ولا ده مجرد إعجاب ليها مش أكتر؟ نفض كل الأفكار دي من راسه وانتبه ليها وهي بتقول: إيه يا ابني رحت فين؟ بقالي ساعة بكلمك ولا انت هنا ومفيش رد. ها؟ ولا حاجة، معلش كنت بفكر في حاجة مضايقاني شوية. كنت بتقولي ايه بقى؟ لا سيبك من اللي كنت بقوله، وقولي ايه اللي مضايقك. في بنت قريبتي اسمها ماهي، ما بتعملش حاجة في حياتها غير إنها تلاحقني وبتحاول تتقرب مني، وأنا زهقت منها الصراحة. وهي عايزة منك ايه البت الصفرة دي؟ ها؟ وليه ماشية وراك في كل حتة كده؟ مسلم لاحظ غيرتها فقرر يستفزها أكتر. هيكون ليه يعني؟ يمكن علشان بتحبني مثلا وعاوزة تقرب مني. فشلت ملك إنها تداري الغيرة بتاعتها وقالت: حبها حنش كومها البت الصفرة دي. بقولك ايه، البت دي أنا لازم أشوفها. اهي فرصة وجات لحد عندك. بكرة عيد ميلادي وهي هتكون موجودة، وريني بقى هتخلصيني ازاي منها. ملك ربعت ايديها وقالت بثقة: وحياة امي ما بقاش انا ملك ملوكة. هم خليتها تقول ان الله حق. بس يلا، شكلها بنت حلال وتستاهل كل خير. قطيعة هترجعوني الايام الشقاوة تاني. مسلم بضحك قال: استرها يا رب. المهم هاتي موبايلك اسجلك رقمي واخد رقمك بالمرة. ملك بثقة قالت: ما تقول من الاول انك عاوز رقمي، ليه التحوير يعني؟ مش فاهمة. هز راسه بيأس من جنانها. وبعد وقت كانت رجعت البيت وهي بتغني وتقول: شو حلو حبيبي، شو حلو، شو حلو هالقمر، ما أجمله. مريم وهي بترفع أبو وردة وبتقول: وحياة أمك، وده مين ده يا بت إن شاء الله؟ وبعدين اتأخرتي كده ليه؟ ها؟ ملك بزعل مصطنع: بقى كده يا مامتي يا حبيبتي؟ اهون عليكي تقطعي لي الخلف وانا لسه ما دخلتش حتى دنيا. ده كلام يا مريومه؟ بذمتك الناس تقول عليكي ايه؟ ها؟ مش انا تبت، والله تبت وطالعه اعمل عمره اول الشهر، والشويتين بتوعك دول يا اختي مش جايين معايا سكه. ها؟ فجيبي من الاخر، كنت في انهي داهيه يا بت؟ أنا كنت مع جوز بنتك المستقبلي ان شاء الله يعني، بس انتي ما تقطعيش وادعيلي كده وخليها تمشي. يا شيخة حرام عليكي، اعمل فيكي ايه؟ ها؟ كشفت راسي ودعيت عليكي يا بت مصطفى، منك لله رفعتيلي ضغطي. بقولك ايه يا بت، لمي السجاد كله واقعدي اغسليه. ها؟ ما هو يانا يا انتي في البيت ده. ملك دبدبت في الارض برجليها: يا ستي هو انتي مش طيقاني كده ليه؟ ها؟ انا لو مش بنتك عرفيني، على الاقل اروح ادور على امي يمكن تطلع سيدة اعمال ولا حاجة. ده انتي بتعامليني معاملة ولا كأنك جايباني من الشارع ولا من عند باب جامع. فقولي كده من الاخر، هو انا بنتك ولا لا؟ ايه ده، هو انت عرفتي؟ عرفت ايه بالظبط؟ ايش تقصدي؟ ايوه انت مش بنتي، جبتك من عند باب جامع، شفتك يا بت وانت صغيره فصعبتي عليا، قلت اكسب فيكي ثواب واربيكي، ويا ريتها طمرت فيكي التربيه. ده انت ماشيه تقولي شكل للبيع. ها؟ كل ما تقابلي حد في وشك تتخانقي معاه. يا بت ده الحاره كلها مسمياكي مصيبه من كتر المصايب اللي انت بتعمليها. بقولك ايه يا بت، بقولك ايه عشان انا جبت اخري منك. انجزي يلا لمي السجاد كله واقعدي اغسليه اما نشوف اخرتها معاكي يا مصيبة حياتي. دخلت ملك ولمت كل السجاد وقعدت وبدأت تغسل فيه وهي بتغني وتقول: والله يا زمن لا بإيدينا زرعنا الشوك. ومريم كانت قاعدة قدامها وحاطة رجل على رجل وبتقول: بتقولي حاجة يا بت؟ اصل حساكي بتبرطامي. لا طبعا يا ست الكل، ده انا بدعيلك ربنا يديكي الصحة. وكملت في سرها وهي بتغني وبتقول: اهل دول واخوات ولمة، ولا دول تعبين وسمة. وبعد وقت كانت خلصت ودخلت وخدت شاور. خرجت بعدها وسرحت شعرها وفجأة انتبهت لصوت رن الموبايل. مسكته وردت: ايه يا بت يا رينو، اخبارك ايه يا بت؟ وحشتيني والله. رينات بشهقة قالت: بريه منك بريه، بتاكلي بعقلي حلاوة يا بت، ده احنا دفنينه سوا. وبعدين يا اختي لو وحشاكي زي ما بتقولي كنت كلمتيني، لكن نقول ايه، اللي اخد عقلك يتهنابه.
ملك ضحكت وقالت: أحلى حاجة فيك يا رينو إنك فهماني، وبعدين هو فيه زي سولي وحلاوة سولي وعيون سولي، يا لهوي منه هيجيب أجلي ابن الإيه. رينات بغيظ قالت: مالك يا بنت عاملة كده ليه ها؟ صحيح يا جدعان الحب بهدلة. المهم عملتي ايه معاه؟ اصلا عارفاكي مش هتحلي عن نافوخه غير لما توقعيه. ملك بتواضع مصطنع: عيب عليكي، ده انا لوكا والاجر على الله. احب اقولك ان انا معزومة بكرة على عيد ميلاده، ده طبعا بعد ما اخد رقم موبايلي، وبعون الله هو شهر واحد بس وهتيجي تباركلنا يوم فرحنا. رينات بضحك قالت: قادرة وتعمليها، انت هتقوليلي مصيبة وعارفاكي. حبيبي تسلم والله، مش عارفة من غير ثقتك الغالية دي كنت عملت ايه. المهم عاوزاكي تعدي عليا الصبح علشان ننزل نشتري درس جديد، اياكي تنسي، سامعة؟ هو انا اقدر انسى؟ هقول ايه، حكم القوي. يلا يا اختي روحي اتكلي على الله، عاوزة الحق انام بلا هم. صح، اخر حاجة كانت معرفة طين يوم معرفتك يا روح قلبي. ملك بضحك قالت: من الهارت للهارت رسول يا بيبي، يلا تكير بقى. وتاني يوم صحيت ملك وكان شعرها منكوش، خرجت لمامتها وهي بتقول: صباح الفل يا ست الكل. مريم قالت بشهقة: سلاما قولا من رب رحيم. هو في ايه المنظر ده؟ ايه المنظر اللي انت خارجه بيه ده يا شيخه؟ ده لو حد اصطبح بوشك ده هيقطع الخلف على طول. حبيبتي يا ست الكل، المهم ايدك على 5000 جنيه كده ولا حاجه. نهار ابوك اسود، عايزه الفلوس دي كلها في ايه يا بت؟ لا يكونش بتضربي حاجه من ورايا يا منيله. ما انا قلت الدماغ دي دماغ شمامين، انا عارفه. يا لهوي عليا وعلى سنيني السودة، شماميني بس يا ولية انت على الصبح، انت عايزة تلبسيني مصيبة. وبعدين في واحدة تقول لبنتها كده برضو. المهم ايدك يلا على الفلوس عشان الحق انزل اشتري الفستان، علشان معزومة على حفلة عيد ميلاد سولي. على رأي المثل، شحات وعايزة اعيش فينه، ما تعيش عيشة اهلك يا اختي. وبعدين انت عايزة تقنعيني ان انت رايحة حفلة عيد ميلاد مسلم نصار؟ ده اكيد طبعا هتنطلها من فوق السور. ما هو مستحيل حد زيه مشهور يعزمك ولا يكون يعرف اشكالك اصلا. فعلا الاهل سند، اقسم بالله يا ولية هو اللي عازمني، انجزي بقى. مريم برفعت حاجب: مسلم نصار عزمك؟ ده اكيد طبعا قصدك عزمك في الحلم. ما هو مش معقول يعني يسيب البنات القمر اللي حواليه ويبصلك انت يا روح امك. ملك بصت لها بصدمة: ايه طحن الخواطر ده يا حاجة؟ على العموم متشكرين يا ست الكل، المهم ايدك بقى على الفلوس عشان الحق انزل. وبعد وقت طويل كانت خدت الفلوس ونزلت، ولقت ريناد واقفة مستنياها. صبحتاتا 2 في 3. المهم بقى قبل لسانك ما يطول على الصبح، تعالي نروح نضرب لنا سندوتشين فول من عند عمك وحيد، عشان نظبط المسائل، وبعد كده احكي لك كل حاجة بالتفصيل الممل. قدامي يا مصيبة حياتي، دايما همك على كرشك كده. وفعلا راحوا فطروا، وبعد وقت كانوا خلصوا فطار وراحوا المول يشتروا الدرس بتاع الحفلة. ملك قالت: ايه رأيك في الدرس ده، حلو ولا نشوف غيره؟ ريناد ردت عليها بغيظ: لا ما هو مش معقول كده، بقالك اكتر من ساعتين شفنا فيهم اكتر من 20 درس، وكل شوية تسأليني اذا كان حلو ولا لا، واقولك حلو تقولي لي لا هنشوف غيره. ما تتنيلي تخلصي في يومك ده، هو مش فستان فرحك هو؟ بقولك ايه، قدامك 5 دقايق، لو ما اخترتيش حاجة هسيبك وامشي. يا اخت انا صحتي مش لاقيها في كيس شيبسي، ده ايه الهم والمرار الطافح ده؟ لو علي الطيب احسن. وبصت حواليها، لفت نظرها درس باللون الابيض يخطف القلب، شاورت عليه وقالت: هو ده خلاص، انا اخترت ده. رينات زغرتت بفرحة: واخيرا، ده انا كنت هنتحر منك. وبالليل كانت جهزت نفسها ونزلت وخدت التاكسي، وصلت عند الفيلا، وأول لما دخلت بصت للمكان بانبهار. اللهم صل على النبي، إيه الحلاوة دي كلها؟ شافها مسلم من بعيد، قرب منها وانبهر من جمالها لدرجة إنه كل ما يحاول يتكلم ما يقدرش. ملك وقتها بصت للأرض بخجل من نظراته ليها. فاق مسلم من شروده وقال: ده ايه القمر ده؟ شكرا، ما هو مش هبقى يعني صارفة ومتكلفة ومطلعش حلوة كده، يعني يبقى موت وخراب ديار. يعني مسلم بغيظ قال لها: يخرب بيت فصلانك يا شيخة، هو فعلا الكلام مش ماشي مع الشكل. انت الأصح ليك انك ما تتكلميش خالص، خليكي صامت كده هتبقي احلى بكتير صدقيني. كانت ملك لسه هترد عليه،
لكن قطع كلامهم بنت وهي بتقرب من مسلم وبتتكلم بمياعة. اتأخرت ليه يا سولي؟ ده أنا مستنياك من بدري. ملك بصت للبنت بقرف من شكلها وطريقة لبسها. هو على ما أظن اسمه مسلم يا أختي مش سولي. سمر بغرور قالت هو انتي تطلعي مين انتي علشان تتدخلي بيني وبين سولي ها؟ ملك وهي حاطة ايديها في وسطها. نعم يا روح امك، ما تقفي معوجة وتكلمي عادل ها؟ وبعدين مالك يا بت؟ مالك بتتكلمي كده ليه وبتتميسي كده ليه؟ ما تظبطي كده بدل ما اظبطك. انا مش عارفة الصراحة ايه الاشكال العرر اللي انت تعرفها دي يا مسلم. مسلم حاول يداري ضحكته وهو بيقول اهدوا يا بنات وخليني أعرفكم على بعض. دي ملك صديقتي المقربة، أو دي ملك قريبتي واسمها سمر الدرملي. الدرملي فقر تملي. سمر بصت لها بغيظ. بقى انتي يا بيئة بتتريقي على عيلة الدرملي باشا؟ الظاهر ان انتي نسيتي نفسك وعاوزة تتعلمي الأدب من أول وجديد، وانا هعرفك مقامك. نعم يا حلت امك، اوعي يا بنت تكوني فاكراني هفيه ولساني معقول في كعبي. لا لا يا حيلتها، ده انا مرة عفيه وفنط منك 1100. هي ديتك نطره من مداسي واخد وشك رايح راجع عشان تعرفي ان الله حق يا بنتي يا دنيا زباله. ها يا زباله الدهون يلي اسمتك من الحظ شايب وشوبش. سمر ومسلم فتحوا بقهم بصدمه، وقبل ما سمر ترد عليها كانت ملك جايبها من شعرها وهي بتقول تعالي بقى يا حلت امك لما اعرفك مقامك. سمر فضلت تصوت ابعدي عني يا حيوانه، انتي مجنونه ولا ايه؟ قرب مسلم منهم وحاول يفصلهم عن بعض وقال بس بقى انتي وهي، بقول لكم ايه، انتوا تدخلوا الفيلا لحد الحفلة ما تخلص، مش ناقص فضايح اكتر من كده. ودخلوا الفيلا. وبعد وقت الحفلة ما خلصت دخل مسلم بس ما كانش فيه صوت، فقال في نفسه يا نهار اسوح، لا تكون بنت المجانين دي خلصت عليها وتجيب لي مصيبة، دي مجنونة وتعملها. لكن اتصدم أول ما شاف ملك قاعدة وسمر بتغسل لها رجليها وكان شكلها متبهدل على الآخر. اغسلي بضمير يا بت لحسن أجيبك من شعرك، فاهمة ولا لأ؟ سمر بخوف ردت عليها حاضر حاضر والله. ايه ده، ايه انتي ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه اللي عملتيه في البت ده يا قادرة؟ دي البت اتدمرت. وهو أنا عملت ايه يعني؟ وبعدين على رأي المثل اللي بيقول بخت العفنة بالحفنة وبخت الشطار شمر وطار. وبعدين هي بنت حلال وتستاهل، تستاهل ان انا اروق عليها. ايوه، ولو شفتها بتقرب منك تاني هي عارفة كويس اوي انا هعمل فيها ايه. صح يا بت ولا تحب افكرك مرة تانية؟ وانا عندي كامل الاستعداد بصراحة. لا 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 لا، انا مش هقرب منه تاني، ممكن امشي بقى؟ خلاص اتوكلي على الله. طلعت وهي بتجري بخوف ومسلم بصلها واتكلم بضحك. انتي عملتي فيها ايه يا بت يا مصيبة انتي بس؟ ملك بغرور قالت يا ابني دي قدرات خاصة انت ما تعرفنيش. طب يلا يا مصيبة عشان اوصلك. وبعد وقت كانوا وصلوا عند البيت. مسلم قال بقولك ايه، انا عاوز اقابل مامتك، ينفع؟ اكيد طبعا يلا. وطلعوا خبطوا على الباب. مريم فتحت الباب واتصدمت لما شافت مسلم نصار بنفسه قدامها. ازيك يا طنط؟ مريم ما كانتش مستوعبة. ايه ده، هو انا بقيت اشوفه في الاحلام ولا ايه؟ منك لله يا ملك الكلب. ملك بضحك قالت مالك بس يا ست الكل؟ وبعدين انت مالك بس مش مصدقة نفسك كده ليه؟ هو انت لسه نايمة يا مريومة؟ ده مسلم بنفسه واقف قدامك، انت مش بتحلمي. وقبل ما تستوعب الصدمة مسلم قال بصراحة كده يا طنط أنا جاية علشان أطلب إيد ملك. ملك بصيت له بصدمة. أنت قلت إيه؟ وبعدين أنت ما قلتليش إنك جاية تطلب إيدي. أنا حبيتك وجاية أطلب إيدك علشان كل حاجة تبقى بمعرفة مامتك. قلت إيه يا طنط؟ عملتيها إزاي دي يا بنتي يا قادرة؟ عشان تعرفي بس إن أنا بنتك مش أي حد برضو. والله طب أنا يا ابني ما عنديش مانع، بس ربنا يتولاك برحمته بقى. أنا أروح أعمل لك حاجة تشربها. قرب مسلم منها وقال بحبك يا مصيبة حياتي. وانا بحبك اكتر يا روح مصيبتك. ولحد هنا توتة خلصت الحدوتة. يا رب تكون عجبتكم وكملتوها للآخر. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد.